ليه ربنا خلق ابليس وهو عارف انه هيعصيه وهيغوي البشر؟ هو مش كده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي فتح باب الشر والضلال؟ في البدايه كده لازم كل واحد فينا يفهم ان ربنا قال في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يعني ما ينفعش الواحد المسلم المؤمن فينا يقول ليه يا ربنا عملت كده وليه خلقت لنا الشيطان. بس مع ذلك العلماء بينوا لنا حكم ومعاني من ورا خلق ابليس رغم علم ربنا انه هيتكبر ومش هيسجد لسيدنا ادم. فلو جينا بصينا للموضوع من المنظور الاسلامي هنكتشف حكمه غريبه جدا من خلق ابليس. ابليس مخلوق خلقه ربنا من النار وملأ قلبه الكبر والعناد، وابليس اتخلق خصوصا عشان يكون جزء من اختبار البني ادمين. فربنا سبحانه وتعالى عارف من الاول ان ابليس هيعصيه، بس في نفس الوقت العلم ده مش معناه الاكراه على الفعل، لان ابليس اختار العصيان والتكبر بنفسه. واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. فالحكمه من خلق ابليس تشمل امتحان البشر، لان وجود ابليس اصلا كوسوسه واختبار ده في حد ذاته امتحان من ربنا لينا، وكمان بيان الفرق بين الطاعه والعصيان عشان الانسان يفهم ويدرك ان طاعه ربنا اختياريه ومش مفروض عليه. لان خلق ابليس ووجوده مش معناه فتح باب الشر، لا بالعكس، ده معناه فتح باب الاختيار، ان ربنا ما اجبرش حد انه يعصيه ولا حد انه يطيعه، بس هو بيوريك الطريقين وانت براحتك. ان هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. اما من الناحيه الفلسفيه فالفلاسفه دايما بيقولوا ان الشر مش وجود مستقل بذاته، يعني من البلدي كده الشر ده نقص في الخير، زي ما الضلمه كده مش كيان بس هي غياب النور. فربنا ما خلقش الشر كقوه مقابله للخير، هو بس سمح بوجود امكانيه للشر، لان بدون الامكانيه دي مفيش حريه حقيقيه. لو مفيش خير وشر ازاي ممكن هيختبر الانسان اصلا، وازاي الانسان اصلا هيكون له حق الاختيار؟ فهتلاقيهم دايما بيقولوا لو كل الكائنات كانت مجبره على الطاعه مش هيبقى في معنى للخير او للفضيله، لان الخير ملوش قيمه الا لما يكون في اختيار بين الخير والشر. فربنا سبحانه وتعالى لما خلق ابليس ما خلقوش شر مطلق، لا هو خلق كائن عنده حريه الاراده زي الانسان، وابليس هو اللي استخدم ارادته في الكبر والعصيان. وده اللي اكتشفناه منه ان في مخلوقات ممكن تختار التمرد بدل الطاعه. فمن الناحيه الفلسفيه الاسلاميه وجود ابليس بيخدم غايه اعظم، لان هو اللي بيعمل توازن اخلاقي وبيعمل كمان الاختبار المعنوي في الارض اللي عايشين فيها دي. لان بدون وجود الشر مفيش معنى للخير، مفيش معنى للعقاب، مفيش معنى للحريه، ولا في معنى للعدل. فببساطه وجود ابليس مش شر في ذاته، لكنه ضروره لوجود واكتمال النظام الاخلاقي الكوني. اما لو بصينا للموضوع من ناحيه نفسيه هنكتشف ان الانسان بطبعه ما بيتطورش غير لما بيتعرض لتحدي او صراع داخلي. فابليس هنا مش مجرد كيان خارجي، لكنه كمان رمز للرغبات والوسواس والصوت اللي جوه الانسان، الصوت اللي بيحاول يبعده عن الحق وعن الطريق الصحيح. فعلماء النفس بيقولوا ان ابليس او الشيطان جزء من النفس البشريه بجانب النفس الاماره بالسوء، ودي هنتكلم عنها في فيديو لوحدها. فابليس جزء من عمليه النضوج النفسي، لان كل مره بتقاوم فيها فكره غلط او شهوه او كبر انت بتبني جواك قوه اسمها الضمير والاراده. ولو فكرت فيها شويه هتلاقي ان من غير وجود ابليس بالمعنى النفسي اللي هو الصراع بين الخير والشر، من غير وجود ابليس الانسان هيفقد معنى التجربه الانسانيه نفسها، لانه مش هيبقى فيه ولا نمو ولا وعي ولا مسؤوليه ولا تحديات، لان النفس مش هتتعلم ولا هتختار حاجه. فالخلاصه ان سبب خلق ابليس وسيله لاختبار البشر وعلم ربنا مسبقا بعصيان ابليس، ده مش معناه ان ربنا لغى حريه الاختيار لابليس او للبشر، لا، لان الغرض من الشر انه يفهمنا معنى الخير والطاعه ويخلي المكافاه او المكسب في النهايه اللي هي الجنه مستحق. وفي النهايه مسؤوليه البشر هي التمسك بالطاعه والطريق الصحيح رغم وجود ابليس ووسوسته. وبس كده، سلام.